على العديد من الأسماء اللي بان ببعض التفاصيل اللي خرجت أنها جزء من المنظومة القديمة. ربما نقول بوضوح أخيرها والي مستير اللي هو ربما اليوم خرجت على الفيسبوك أنه هو من ربما أسقط بين ظفرين منطقة البراتل في حلق الواد، معناها المنطقة أو الحي السكني اللي ربما لا مثيل له في الجمهورية التونسية، باعتباره يجمع المسلمين والمسيحيين واليهود سواسية في حي واحد، الكلهم يشرفوا على هذا الحي في منطقة حلق الواد. الآن المنطقة هذه اللي هدمها معناها كما يقال صخر الماطري والطرابلسية الآن هي باركينج في حلق الواد، ونتأسفوا جدا وقت نسمعوا أنه حي من هذا القبيل يتحول إلى مجرد باركينج، معناها مستودع سيارات فقط. وهذا يبدو لي أن الوالي هذا كان أشرف على الجلسات لإسقاط هذا المشروع هذا الحي أساسا. نعم. كيفاش أعطينا تفاصيل عليه؟ صحيح، هو احدى البنود الرئيسيه في اتفاق خريطه الطريق كان مراجعه التعيينات السياسيه كما يقال، السياسيه بين ظفرين. بعض الصحف المقربه من المعارضه اعتبرت هؤلاء الولاة ال 18 اللي تم استبدالهم هم ولاة موالون للنهضه، في حين الاكثر اعتدالا قالوا انها تعيينات سياسيه دون ان يوجه لهم تهمه الموالاه لحركه النهضه لطرف معين. نعم. بالنسبه لوالي المنستير سي طيب النفزي، هو كان مدير بالاداره العامه للتصرف والبيوعات بوزاره املاك الدوله، وترأس اجتماع شهير اللي قرر بموجبه. نعم، تقرر بموجبه في عام 2008 14 يوليو هدم منطقة البراتل، حي البراتل. هدم هذا المجمع السكني التاريخي اللي كان موضوع على ذمة أملاك الدولة، وتعويض متساكنيه بمساكن أخرى. ولكن المتساكنين برغم تهجيرهم من هذا المكان عنوة، وسيادتك كنت ربما من الذين غطوا تلك الحادثة، نعم، فإنهم يقولوا برغم تعويضهم لكن ألم العنف اللي مورس عليهم من أجل تهجيرهم المكان اللي ولدوا فيه والمساكن اللي عاشوا فيها طفولتهم، فإن هذه المشاهد يعني تستوجب تعويضا أكثر من التعويض المادي الذي عرض عليه. هم أعطوهم بيوت معناها ما هيش حاجة كبيرة، بيوت معناها متواضعة جدا في منطقة شيرة كرتاج وراء الكرم بالتحديد، وحتى المكان يسمى بطريقة معناها سيئة جدا من قبل أهل المنطقة هناك، وهي بيوت معناها صغيرة بعد ما كانوا في بيوت فارهة وامتلحوا ملكهم أصبحوا في بيوت معناها ولو هي ملكهم في نهاية الأمر، ولكن ضيقة لا تفي حتى بحاجة السكنية للعائلات، أغلب العائلات الموجودة غادي. صحيح.